كنا من فترة كده عملنا فيديو قلنا فيه ان ازاي تعرف ان البطارية بتاعت الايفون بتاعك متعلية ولا مش متعلية، وفيها شغل ولعب ولا ما فيهاش شغل ولعب. والحمد لله الفيديو ده وصل لناس كتير، وناس كتير اتكلمت على انه جميل جدا وزي الفل ومفيش اي حاجة. في بعض الناس كانت جايه في التعليقات قال لك لا احنا ممكن يكون مع مثلا الجهاز ده مركون، انت بتظلمه ليه؟ طيب انا برضو قلت في الفيديو ان الجهاز ده لو مركون هيتركن قد ايه؟ سنة ونص. ما هو ما ينفعش يبقى الجهاز اكتيفيت من سنتين وتقول لي الجهاز بطاريه 100%. فتعالى نفكر انا وانت مع بعض كده بالعقل ونقول ان هو لو الجهاز ده مركون، يا حبيب قلبي لو الجهاز ده مركون اكتر من 6 شهور ل 8 شهور البطاريه هتنفخ، ومش بعيد ان انت تطلع الجهاز من الكرتونه بتاعته تلاقيه كسر لك الشاشه. ليه؟ لان هو اتشحن مره خلاص، مجرد ما داق الكهرباء زي ما بيقولوا كده البطاريه التفاعل بتاعها اشتغل، بعد كده مش هينفع ان هي تعمل حاجه غير ان هي تتنفخ عشان انت راكنها. دي حاجه. ما ينفعش تقول لي ان التليفون ده انا راكنه بقالي سنه واجي ابص الاقيه اي او اس 17. هتقول لي طب ما انا عملته وانا جاي لما طلعت الموبايل عملته، اوكي ماشي مفيش مشكله، البطاريه برضه هتنزل. الكلام ده مش حقيقي. طيب اعرف منين ان الموبايلات القديمه اللي في منها جديد حتى الان ان هي اصليه مش تجميع؟ مبدئيا المفروض ان انت مثلا اللي موجود منه جديد لغايه دلوقتي شرعي ودخل فيه تجميع برضه الايفون ال11 العادي. 11 برو 11 برو ماكس انسى عشان تريح دماغك. ال11 العادي هو اللي فيه منه جديد. هتعمل ايه عشان المفروض ان انت تفتح الموبايل اول ما تيجي تعمل له اكتيفيت تلاقيه اي او اس 15. طيب لو هو اصدار جديد هتلاقي اي او اس 16، مش هينفع تلاقيه 17 دي خالص. فانت فتحته لقيته اي او اس 17 خلاص ده شمال، رايح دماغك. دي اول حاجه من ناحيه السوفت وير. لو لقيته 15 اعرف ان العلبه دي قديمه، هتلاقي العلبه القديمه اللي بتيجي بشاحن بسماعه بكيبل الكلام ده كله. الاي او اس 16 هتلاقيه في الجديد، عشان لو انت اللي هو اللي بالكيبل بس، العلبه الصغيره اللي بتيجي الكيبل بس، عشان لو انت اكتفت ولقيت ان الموبايل اي او اس 16 ما تتخضش وتقول ده تربو قال لازم يكون سوفت وير سنته. لا، لو الموبايل نازل اصدار جديد ماشي تمام مفيش مشكله. زي مثلا ما ينفعش افتح 13 برو ماكس ولا 13 عادي ولا 13 برو جديد وابص ليه اي او اس 17 مثلا، برضو دي حته شمال. تمام. اي ايفون جديد لما يتاكتف لازم بعد الاكتيفيت مباشره تخش او تاني يوم تلاقي ان معاك 365 يوم كفرج ضمان تحت الحمايه. اكتفت التليفون ولقيته ان هو اكسبايرد، ده شمال. حد هيقول لي طب يا عم تربو ما هو متاكتف. يا جدعان والله الاكتفه بتتضرب في الصين ب5 ريمبي، يضرب الاكتفه ويجيبها لك تاكتف وكله تمام التمام. طيب امتى اكتف تليفون جديد نوت اكتف وابص الاقيه الكفرج بتاعته اكسبايرد ما فيهوش ضمان؟ لما يكون الموديل نمبر بتاعه ان، لان الان لما انت بتجيب تليفون جديد وتروح تسلمه لابل وتاخد غيره اللي هو الام بيخلوه ان، وبيديك باقي فتره ضمانك. فباقي فتره ضمانك دي وارد ان هي تنتهي وهو لسه ما اتباعش، وهتلاقي فتره الضمان منتهيه من فتره قريبه مش من سنه. احنا يعني الناس وصلت ان هي مفكره ان بتوع الايفون دول بيخللوا الموبايلات. احنا بنبيع مخلل مش بنبيع موبايلات. دي الحاجات اللي انت تقدر تعرف فيها، الحاجات اللي انت تقدر تعرف بيها الموبايل ده جديد ولا مش جديد، بطاريه متعليه ولا مش ولا البطاريه مش متعليه. ده كل الموضوع كله. تابعني يا صديقي لو انت اول مره تشوفني. احنا بنعمل فيديوهات مقارنات بين الايفون والموبايلات الفلاج شيب، وبنحاول وبنسعى جاهدا ان احنا نجيب لك مراكز صيانه تقوم بيها بخدماتك التكنولوجيه، سواء كان موبايلات او كمبيوتر بي سي او لابتوب او ما شابه ذلك. تابعني على صفحتي الشخصيه الفيسبوك بيج احمد_تربو، لان غالبا العروض اللي هنجيبها والحاجات اللي فيها لقطات هتفيدك مش هتنزل الا على البيج دي. كان معاك احمد تربو، سلام عليكم.